لو لسه ما جربتوا اللحم بالطريقة الصينية فاتكم كتير. اللحم دايب ذوبان مع الخضار مغطى بصوص رائع، وجبة متكاملة حبيت أقدم لكم إياها على أصولها أطيب من المطاعم. أول شي بحتاج لنوع لحمة بتستوي بسرعة، وبخلي اللحام يقطع لي إياها شرحات رفيعة، وللحمة بنكهة مميزة والكل رح يسألكم عنها. رح أتبلها بنوعين صويا صوص، الخفيفة والحلوة، والصويا صوص الثقيل المعتدلة، وبنحط لها رشة فلفل أسود وشوية ملح وبيضة ونشا وزيت الذرة. لاي حامية كتير فيها شوية زيت، رح أشوحها تتاخد هذا اللون وتستوي. والخضار عندي جاهزة، رح أسلق الجزر والبروكولي بس دقيقة، وبعدين أحطه مي باردة حتى يحافظ على لونه. رح انزل بالبصل والزنجبيل والثوم والبصل الاخضر واقلبهم، وبرجع بنزل في باقي الخضار وبحط رشة سكر وصويا صوص وبقلبهم مع بعض. اخر شي عندي المي والنشا حتى احصل على صوص كثير، وبنزل باللحمة مع الخضار وبتركهم بس كم تقليبة. ضروري احافظ على قرشة الخضار. لرز صيني نفس المطاعم رح احط 4 اكواب رز مع 4 اكواب مي وعلى نار هادية. ملاحظة مهمة، رح اغسل الرز على 3 مرات واتخلص من النشا اللي فيه وانقعه لمدة نص ساعة. وبعد ما يستوي الرز راح احضر له صوص اللي هو عبارة عن مي وصويا صوص وسكر وملح وزيت السمسم، وبحطهم بقلبهم بنفس الطريقة. والوصفة جاهزة بالعافية.